السلام عليكم. يوجد العديد من الإشارات التي تأتي للنائم وتدل على أنه مصاب بالسحر أو العين. هذكر لكم بعضا منها. أولا، تكرار الذهاب في الحلم إلى أماكن خربة ونجسة، ورؤية الجسد في المنام وقد ملأته النجاسة والأوساخ. ده دليل إن إصابة الشخص بالسحر، لأن السحرة يستخدمون النجاسة والقاذورات في أعمال السحر للناس. نعوذ بالله من صنيعهم. ثانيا، رؤية القبور بصورة مفزعة والدخول فيها في المنام، مع رؤية عظام الموتى والنزول أسفل الأرض. كل ذلك يدل على وجود سحر مدفون. أسأل الله أن ينتقم من السحرة المعتدين. قولوا آمين. ثالثا، رؤية بعض الحيوانات في المنام، ولا سيما في صورة مخيفة، كرؤية الكلب الأسود ينبح ويهجم على الشخص، أو رؤية القطط السوداء، أو رؤية ثعبان كبير مخيف، أو رؤية الخنازير. كل ذلك يدل على وجود سحر للشخص الذي رأى الرؤيا. رابعا، رؤية الساحر في المنام دليل كبير على الإصابة بالسحر، وكذلك رؤية الشيطان في المنام بصور مخيفة ومختلفة، أو رؤية شخص معين في المنام يخبرك بإصابتك بالسحر أو يدلك على مكانه. خامسا، رؤية الشخص جسده في المنام وهو يخرج منه الدود، أو يتساقط شعر رأسه، أو تسقط أسنانه في المنام، أو يقطع جسده بالسكين، أو يحتسي سما، أو يموت بطريقة بشعة. يعني في كل ذلك إشارات على إصابة العبد بالسحر أو العين. قبل ما أختم، خليك فاكر قول ربنا سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. أسأل الله أن ينتقم من كل من صنع للناس سحرا. قولوا آمين. وأن ينصر إخواننا في فلسطين على اليهود المعتدين. أخوكم جمال الدقناوي.